بيبدأ فيلمنا في جزيرة اسمها أتلانتس بيحصل فيها فيضان كبير جدا لدرجة ان في ناس كتير ماتت. وبنشوف بعدها بنت الملك اللي كانت هتموت هي كمان ولولا مامتها اللي أنقذتها. وبعدها بيظهر ضوء في السما لونه أبيض، وأول ما الملكة بتبص عليه بتتسحب ليه واحدة واحدة. وبنشوف بعدها ان باقي الجزيرة كلها اتغطت بالفيضان، وفي الآخر كلها نزلت تحت المية. وبعد سنين كتير مدينة أتلانتس مبقتش موجودة، ومعظم الناس مفكرين انها اسطورة، ومعظم الناس مفكرين انها ما كانتش موجودة اصلا من الاساس، ما عدا شخص واحد واللي بيكون اسمه مينو. بيكون شخصية وحيدة وعايش لوحده من غير اهله بعد ما ماتوا، بس كان مستكشف وبيحب جدا يدور على الحاجات القديمة، وكان مقتنع ان اطلانتس فيها حضارة عظيمة زي الحضارة الفرعونية. وطبعا معرفش يثبت اي حاجة من كلامه، لان الحاجة الوحيدة اللي موجود فيها المعلومات دي كلها موجودة في كتاب، والكتاب ده مختفي. وبيحاول يثبت كلامه لدرجة ان هو بيروح للمسؤولين علشان يبحثوا معاه على أطلانتس المفقودة، وطبعا كل ده من غير فايدة. بيعدي الوقت وهو برضه بيبحث، وفي يوم لما بيروح بيشوف بنت اسمها هيلجا في بيته اللي بتقوله ان السيد ويتمر عايز يقابله. ولما بيروح له بيكتشف ان السيد ويتمر وجده كانوا صحاب. بيلاقي له كمان الكتاب، بس الكتاب موجود فيه لغة غريبة محدش فاهمها، بس مينو قاله ان هو بيفهم في اللغات ديت، ان هو هيروح يدور على المدينة حتى لو لوحده. فبيقول له سيد ويتمر ان جده كمان كان عنده حماس غريب لمدينة أطلانتس، بس للأسف مات بحسرته بسبب ان المسؤولين ما عرفوش يساعدوه. وبيقولوا ان هو كمان جهز له غواصة وموجود فيها كل الناس اللي هتساعده علشان يوصل للمدينة، واول واحد اسمه مولير وده اللي هيساعده في الحفر، وتاني واحد فينيه وده متخصص في المتفجرات، وأودري مهندسة ميكانيكية، وسكر دكتور الفريق، وهيلجا والقائد روك وده اللي مسؤول عن الفريق كله، واخر واحدة اسمها السيدة باكارد. بنشوف بعدها بعد ما كل حاجة جهزت ونزلت الغواصة تحت المية، وكل واحد من فريق العمل بدأ يشوف شغله. وبعدها مينو بيسلم على كل الفريق وبيشرح لهم الطريق اللي موجود في مدينة أطلانتس، وبيبقى باين ان كل الفريق مستهزئين بيه. وبعد كام ساعة من الرحلة الفريق بيشوف مراكب كتير متكسرة، وبعدها بيظهر آلة ضخمة جدا بتضرب عليهم وبيموت معظم الطاقم، ودمرت لهم كمان الغواصة. اللي اتبقى من فريق العمل اتقسموا لغواصات صغيرة وهربوا من ممرات صغيرة لحد ما بعدوا عن الآلة الضخمة. وبنشوف بعديها القائد روك وهو مجمع اللي باقي من طاقم العمل، وبيقول لهم ان الرحلة دلوقتي اصعب علشان تدمير معظم الآلات اللي كانت موجودة في الغواصة، وكمان معظم فريق العمل مات، وان كمان الطريق السهل اللي هما كانوا المفروض هيمشوا منه اتغير. وبيقول لمينو ان هو يبحث لهم عن طريق جديد، وفعلا مينو بيشوف لهم في الكتاب عن طريق جديد، بس الطريق ده بيكون صعب جدا لدرجة ان كلهم بيمشوا في انفاق صغيرة، وبيطلعوا كمان على منحدرات ويمشوا في اماكن ساقعة جدا، يحفروا كمان في الحيطة علشان يعدوا الناحية التانية، وكتر ما بيتعبوا بيعملوا معسكر عشان يستريحوا شوية. ووقتها مينو بيكتشف حاجتين، واولها ان في صفحة موجودة في الكتاب مقطوعة وكأن في حد قطعها بالقصد، وتاني حاجة ان كل الفريق عندهم احلام كتير عايزين يحققوها، في منهم اللي اتعرض لضغوطات كبيرة جدا زيه بالظبط. وبعدها بشوية بتظهر حشرات غريبة جدا في المعسكر، أول ما بتلمس أي حاجة بتولع فيها لدرجة إن المكان اللي هم فيه بيتدمر، فبيضطروا إن هم يمشوا من المكان بسرعة، وبيركبوا بعدها الآلات بتاعتهم، بس الجسر اللي هم عليه بينكسر بيهم لدرجة إن هم بيقعوا من على المكان وبيقعوا جوه بركان، بس لحسن الحظ البركان بيطلع خامل ومحدش بينضر. بالنسبة لمينو في واحدة قربت منه بتكون لابسة قناع، ولما بتشوفه عنده جرح بتطلع السلسلة اللي هي لابساها وبتوجهها على الجرح واللي بيخف على طول، وبعدها بتسيبه وتجري. ولما بيطلع يجري وراها بينصدم هو وباقي الفريق لانهم بيشوفوا شلالات كبيرة، ووراها اخيرا لقوا مدينة اطلانتس، ومينو بيكون مبسوط جدا. وبعدها بتظهر البنت من اول وجديد، وبعدها البنت بتقول لهم انها اسمها كيدا وبتاخدهم وبتعرفهم على الملك ابوها. وبنعرف بعدها ان البنت الصغيرة اللي كانت موجودة في اول الفيلم اللي كانت هتموت هي دي كيدا. وبنشوف ان الملك مش حابب وجودهم لان ما بيحبش اي حد جديد يدخل الجزيرة، بس القائد روك بيقنعه ان هم هيقعدوا يوم واحد بس علشان يجهزوا حاجاتهم والآلات بتاعتهم وعلشان يستريحوا كمان، على عكس كيدا اللي بتكون مبسوطة بوجودهم، وخصوصا مينو اللي بتاخده بتفرجوا على معظم الجزيرة.
بيسألها مينو إن ازاي أطلانتس كان فيها حضارة عريقة كده وفجأة انهارت، فبتقوله كده إن بسبب الفيضان اللي حصل زمان كل المدينة انهارت، إنهم انعزلوا عن العالم ومحدش بقى عارف وجودهم، وإن ثقافتهم ضاعت لدرجة إن هما مش عارفين لا يقروا ولا يكتبوا ولا يعرفوا كمان يستخدموا الآلات والطيارات اللي كانوا بيستخدموها زمان. فمينو بيقول لها إن هو بيعرف يقرا اللغات القديمة، وبنشوفه بعدها وهو بيقرا التعليمات اللي موجودة على الطيارة وبيعرف فعلا إن هو يشغلها. فبتقوله ان هو ينزل معاها تحت المية لان اكيد في كتب تانية موجودة عن مدينة اطلانتس، وفعلا لما بيغطسوا مع بعض بيقرا الكلام اللي موجود وبيكتشف ان الضوء اللي سحب مامتها هو قلب الجزيرة، ان لولا كده ما كانش فضل حد عايش. ولما بيطلع منه من المية وبيحكي لهم بيقول لهم القائد روك ان هو اللي قطع الورقة اللي موجودة في الكتاب، وان الورقة دي فيها المعلومات اللي مينو لسه حكيها. وبنعرف بعدها ان الفريق كله راح الرحلة دي علشان يخطفوا قلب أطلانتس، وبنشوفهم بعدها وهم بيضربوا الملك وبيسيطروا على الحراس كمان بالأسلحة اللي معاهم، وبيلاقوا بعدها قلب أطلانتس فعلا موجود تحت الأرض. فقررت كده انها هتضحي بنفسها زي مامتها، تخلي الضوء اللي موجود جوه قلب الجزيرة يسحبها هي علشان محدش تاني ينضر. وبنعرف بعدها ان الملك هو اللي خبى قلب الجزيرة تحت الأرض، إن قلب أطلانتس بيخطف شخص واحد لما بيحصل أي مصيبة وكارثة. قبل ما القائد والفريق بيمشوا من الجزيرة مينو بيقول لهم بكل حزن مبروك عليكم الفلوس والجزيرة بعد ما دمرتوا حضارة شعب كامل وثقافتهم. كل الفريق بيتأثر بكلام مينو لدرجة إن كلهم بيفضلوا معاه ما عدا القائد روك وهولجا اللي بياخدوا قلب الجزيرة بكده وبيمشوا. وبعدها بنشوف إن الملك مات ومينو بيكون حزين جدا، بس الدكتور سكر بيشجعه. فبعدها بيشغلوا كل الطيارات وبيركبوا فيها علشان يلحقوا الكابتن روك. بعدها بنشوف الكابتن روك راكب على منطاد علشان يهرب من البركان، واول ما بيوصلوا له بيتخانقوا مع بعض بالآلات، وطبعا عدد كتير من الناس بينضر، وكمان المنطاد بينزل تحت من كتر الصواريخ. بس القائد روك بيرمي كل الحاجات التقيلة اللي موجودة على المنطاد لدرجة ان هو كمان بيرمي هيلجا، فبعدها هيلجا بتضرب عليه صاروخ علشان تدمره، والصاروخ بينزل المنطاد اكتر واكتر. في الوقت ده بيتشعلق على المنطاد مينو وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض، وبعدها بياخد مينو قطعة من الطاقة اللي موجودة في قلب أطلانتس وبيضرب بيها القائد روك اللي بيتحول بعدها لتلج، وخلى المروحة اللي موجودة في الطيارة تدمره. وبعد كل اللي بيحصل ده البركان بينفجر، فمينو بسرعة بياخد السلاسل وبيربطها في الصندوق اللي موجود فيها كده، وخلى حد من الفريق يشدهم هما الاتنين. بعدها بنشوف ان كل الناس اللي موجودة جوه قلب الجزيرة اللي الجزيرة سحبتهم يتحدوا وبيعملوا طاقة كبيرة سوا لدرجة ان هما بيعملوا حاجز كبير اللي غطى جزيرة أطلانتس كلها وخلى البركان ما يلمسهاش. بعد شوية وقت بنشوف ان الفريق كله بياخدوا شوية دهب تكريما ليهم وبيرجعوا مع بعض للسيد ويتمر اللي بيكون مبسوط جدا ان هو اخيرا حقق حلم صاحبه. وبنشوف بعدها مينو اللي قرر في الاخر ان هو يستقر مع كيدا في جزيرة أطلانتس ويبدأوا مع بعض حياة جديدة. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.